ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض حاجة يعني مختلفة شوية من فاصل فاكهة. هنعمل بانكت جزامة او سحارة زي ما انتوا عايزين. يعني اللي مش محتاج جزامة ممكن يستخدموا سحارة، واللي عايز محتاج جزامة يعملوا جزامة. طبعا هنجيب قفصين بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع. انا مستخدمة دول عشان خاطر دول النوع الجامد، فهيستحمل القعاد وكده عليه وهيبقى جامد معايا. لو مش متوفر معاكم ممكن تستخدموا النوع العادي. هنجيب القفيس دوت وهنبدأ نثبت من الجنب. الاقفاص طبعا بيبقى فيها خرام كده من الجناب. هنحط طبعا في كل ناحية ونعملها بنفس الطريقة ونشدها كويس علشان القفصين بتوعي يكونوا ماسكين في بعض كويس جدا. زي ما قلت لكم، اللي مش هيقدر يوفر القفصين دول، انا يعني كنت جايباهم من سوق العبور، يقدر يستخدم الانواع التانية المتوفرة. طبعا هنا بعد ما ثبتهم، بعد ما تثبتوا كويس او هم ماسكين في بعض جامد، هجيب السفنج دوت. السفنج ده كنت جايباه من درب البرابرة ب 12 جنيه. هو فرخ كبير كده. وابدا ان انا الزقه في يعني في القفاص من بره. برضو اللي مش عنده السفنج ممكن، اللي هو النوع ده، ممكن يجيب كرتون ويبطنه من بره ويعمل القماش عليه على طول. بس السفنج بيدي برضو شكل حلو كده، وبيخلي يعني الشكل من بره ان هو مليان وكده. وزي ما بقول لكم انا كنت جايباه من درب البرابره ب 12 جنيه، يعني مش غالي ولا حاجه، وكبير يعني هيكفي معاكي كتير. هجيب المسدس الشمع وابدا ان انا الزق بقى السفنج ده في الاقفاص بتاعتي من بره. اعمل طبعا جزء جزء كده علشان يعني امسكه، لان طبعا الشمع بيحتاج ان انتوا تستنوا حبه عبال ما يمسك معاكي. فبلزق حته حته، وبعد كده قلبت بقى الناحيه التانية عشان يبقى بسهوله يعني وانا بلزق، وعشان يبقى واضح ليكوا كمان. اهو بنحط كمان على الحروف اللي طالعه دي، يعني في حروف عاليه وفي حروف هتلاقوها داخله. نعمل نحط الشمع عند الحروف اللي هي العاليه ديت ونبدا نلزق. يا ريت اللي يعجبوا الفيديو يا جماعه ما ينسيش يعمل لايك، وكمان اللي مش مشترك عندي يشترك عندي. انا عملت افكار كتير قبل كده باقفاص الفاكهه، عملت جزامتين قبل كده بطريقه مختلفه اللي هي الجزامات المودرن وبالديكوباج، وعملت كمان اللي هو بوكس الالعاب، وعملت التيربو اللي هو بطريقه كانت جديده زي منظم وتيربو في نفس الوقت. فاتمنى ان انتوا تاخدوا جوله في القناه بتاعتي، وما تنسوش تعملوا اللايك والشير لاني بتعب جدا في الفيديوهات دي. فاتمنى ان انتوا تدعموني. هجيب قطع كرتون زي ما انتوا شايفين كده، دي علشان بس اساوي، لان في هنا جزء طبعا داخل كده، وانا عايزه يعني لما احط السفنج يبقى كله في سوا واحد. فانا عملت بس قطعه الكرتون دي كده، هلزقها في السفنج والزقها في السبب بتاعي او في القفص بتاعي كده بس، يا دوب علشان لما اقلب السفنج بتاعي عليه والزقه يبقى نفس السوا بتاع القفص، يبقى في سوا واحد يعني. هنا طبعا شلت الزيادات، سبت بس جزء كده علشان اتنين لجوه. وبعد كده هجيب مسدس الشمع بتاعي وابدا ان انا احط الشمع في يعني في الجزء اللي من جوه دوت، علشان اتني السفنج بتاعي يبقى متني لجوه. ونمسكه كويس برضو عقبال ما ينشف معانا علشان يبقى متثبت كويس. زي ما قلت لكم نقدر نستخدمه سحارة
يعني مش هنحط بقى الاماكن بتاعت اللي هي اللي هعملها في الاخر اللي هي بتاعت الجزم. ممكن يتساب كده ويبقى صحارة، او ممكن يبقى جزامة، يبقى كده 2 في 1 هيبقى جزامة وفي نفس الوقت بنقعد عليه بانكت يتقعد عليه وكده. فاتمنى ان الفكرة تعجبكم والنتيجة تكون مرضية ليكم. اهو هنا بالشكل ده بقى بعد ما يعني لزقت السفنج فيه من بره وتنيته كمان من جوه وطبعا من تحت برضو. دي قطعة من الخشب، انا دي كانت متبقية من النيش بتاعي اللي كنت قصاه معاكم قبل كده في الفيديو، وبقى منه خشب. ف يعني قسنا مقاس الجزء اللي فوق ده وخليت جوزي نشرها. وبعد كده جبت السفنجة دي برضو كانت عندي زيادة كده، يعني هي سفنجة بقالها كتير قديمة وكده، وقست عليها وقطعتها مقاس الكرتونة، قصدي الخشبة. وبعد كده هجيب بقى الورقة دي عاملاها كده يعني بمستطيل بقى المقاس على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه هتعملوه. وابدأ ان انا لكل زاوية اخد اعمل نقطة على السفنج علشان دي هتبقى الغرز بتاعة الكابتونيه بتاعتي اللي انا هعملها بالشكل ده كده. بس انا بعد ما عملت حسيت انها صغيرة قوي وهتبقى كتير، فانا حبيت اوسع الغرز شوية، فعملت ورقة جديدة وعملت باللي هي باللون الاخضر دي، عملت عشان اوسع الغرز بتاعة الكابتونيه. فطبعا عادي المقاس بنقدر نعمله عادي طالما لسه ما قصناش. بعد كده بقى هجيب المقص وابدا ان انا اخرم بقى واعمل خروم مكان كل نقطة انا عاملاها على اللي هي اللي انا كنت عاملاها معاكم، علشان هي دي المكان اللي هحط اللي هيبقى فيه الغرز بتاعه الكابتونيه بتاعتي اللي هعملها بالقماش. بفرغها طبعا كلها كده واشيل السفنج منها هنا بالشكل ده كده. بعد ما عملتها وده الغطا اللي هو من فوق الخشب، عايزة طبعا الزقهم على بعض. ف هبدأ اجيب الغرة بتاعي، هستخدم غيره وشمع علشان اتاكد انه يعني الشمع يمسك لي بس السفنج عقبال ما الغيره، لان الغيره بياخد وقت كبير عقبال ما ينشف. فانا عشان كده يعني لزقت الشمع هيلزق السفنجه بسرعه يعني هيخليها ممسوكه لحد ما الغيره ينشف كمان. فيبقى كده لزقناها بغيره ولزقناها بشمع. يعني الفراغات دي بعد ما عملت الغيره طبعا في كل مكان ابدا ان انا احط الشمع بقى في الاماكن الفاضيه ديت، وبسرعه كده اخد السفنجه بتاعتي قبل ما الشمع ينشف وابدا ان انا اساوي طبعا احط السفنجه بتاعتي كده واتك عليها علشان اتاكد ان هي بقت متساويه من كل حته وان هي الشمع مسك واتظبط معايا. بعد كده بقى جبت القماشه بتاعتي من فوق كده على السفنجه، وبالمسمار اللي هو الشك دوت هوريكم صورته دلوقتي، وبالمفك الصليبه، وهتحط المسمار في المكان اللي انا خرماه دوت. طبعا هتلاقي القماشه نزلت معاكم لتحت، وتبداوا تربطوا في الخشبه لحد ما يوصل للخشبه، ولحد ما يتبرم معايا المسمار لحد ما يوصل للاخر خالص بالشكل ده كده. اهو ده شكل المسمار بتاعي اللي احنا بنستخدمه. اهو هنعمل واحده كمان اهي. طبعا انا خليت جوزي يساعدني، كان موجود فخليته يساعدني، وكنت مبسوطه ان هو بيشاركني يعني في الحاجه اللي انا بعملها. اهو بنلف كده لحد ما ينزل للاخر خالص كده، يبقى اتاكدنا ان هو مسك معانا كويس. بعد كده بقى هنجيب القماش بتاعنا نشده لجوه طبعا وبالدباسه، وندبس بقى القماش علشان السفنج يتلم معانا يعني يتمسك معانا. اللي مش عنده الدباسه ممكن يلزق بالشمع عادي، بس يعمل زي ما كنت بعمل، يلزق حته ويصبر شويه لحد ما تنشف وهكذا. يعني عادي مش هنقف على اي حاجه. وهنا ثبت المفصلات
من فوق، وطبعا هعملها من جوه كمان من الاقفاص من جوه الناحية التانية برضو، بس بعد ما اخلص التنجيد هعملها. هجيب بقى بقية القماش بتاعي وابدأ ان انا اعمله بقى في السفنج بالشمع كده. طبعا قست المقاس اللي انا هحتاجه، وسبت زيادات لفوق وتحت، وابدأ ان انا الزق بالشمع القماش بتاعي. طبعا دي بواقي قماش، ده قماش قطيفة. القماش ده انا جايب شارياه بالكيلو من حد يعني بيبيعه. بيبقى بواقي، عبارة عن بواقي قماش كده، مش حتت كبيرة، فبيبقى سعرها رخيص. فممكن برضو انتوا تشتروا زي كده، او اي نوع قماش متوفر عندكم برضو ما فيش مشكلة. هو ده نوع قطيفة اللي هو بيتنجب بيه الركنات والانترهات وكده. وابدأ ان انا طبعا القماش برضو من فوق كده بثبته برضو بعد ما عملته من تحت. وده طبعا بعد ما عملته. هنا دي كانت رجول خشب كده ثبتها برضو بالمسمار الشك ده برضو من هنا بثلاث مسامير كده بيتثبتوا بالمسامير. وهنا بقى بعد ما كسيتها بالقماش كمان من جوه برضو ما كسيتهم بالشمع برضو القماش، وخليتها بقت من جوه بالقماش. بعد كده قست بقى المكان اللي هو ده للجزامه بقى، ودول قطعتين من الكرتون لزقتهم في بعض بالغيره، وبعد كده عملتهم بالقماش برضو ولزقتهم بقى بالشكل ده كده من جوه عشان الجزامه. لو انتوا مش عايزينها جزامه مش هتحطوا اللي هم الكرتون اللي انا عملته ده. وده الشكل النهائي للبنكة الجزامة اللي انا عملته او الصحارة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش يعني تعملوا شير وتعملوا لايك. واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جزامة من صناديق الفاكهة بطريقة مختلفة شوية عن المرة اللي فاتت. المرة دي كبرتها شوية وليها درج ورف من فوق ليه جوانب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة طبعا هنجيب صندوق من اللي هو الشكل ده. انا قصيت الرجول بتاعته والجزء اللي فوق يعني خليته نص بس، ده هيبقى القاعدة. والصناديق دي هنحط فوق بعض 3. عذرا يعني على الصندوق اللي هو يعني متوسخ شوية، بس معلش احنا كده كده هننضفه وهندهنه، وده كان متوفر يعني الموجود. 3 فوق بعض. طبعا الصناديق زي ما قلت لكم بنجيبهم من الفكهانية، بيبيعوهم الواحد بجنيه. هنا انا حابة اوريكم لما نيجي نعمل الدرج. انا خدت طبعا الخشب ده لما شيلته من الصندوق التاني، وهحطه كده عند من جوه بيبقى فيه زي جناب كده للخشب. فانا بقى بسندها عليها طبعا بالغيره، هلزقهم فوق بعض بالغيره. وطبعا انا مسمرت الصناديق فوق بعض كده وبرضو غريتهم ومسمرتهم. وده هيبقى الرف بتاع الدرج اللي هيتسند عليه الدرج.
هنغريه. وهنا طبعا انا بعد كده بقى جبت الكرتون وغريته برضو ومسمرته من الجناب ومن ورا ومن قدام، حطيت برضو فوق، وارتفعت طبعا فوق كده يعني تلات صناديق فوق بعض بغريهم. وهنا برضو دي البيبان، طبعا الحاجات دي كانت كنت موضحاها في الفيديو اللي قبل كده. البيبان برضو 3 عاملاهم بشكل الشيش. هنا دي 6 سنتي، والعرض من هنا 3 سنتي، بنزل 6 سنتي واخد من هنا 3 سنتي ومن هنا 3 سنتي، ده اللي مش عارف ايه يعني مقاسات الشيش. و2 سنتي و2 ونص، يعني الفراغ ده 2 سنتي وننزل 2 ونص، وبعدين 2 سنتي و2 ونص، وعاملين من كل ضلفة 3 ولازقينها بالغيرة كويس لحد ما تنشف. بعد كده فرغت اهو. طبعا انا قست لحد الدرج. طبعا الدرج انا عملت الضلف دي لحد الدرج، طبعا الدرج طبعا هيبقى ليه مقاس لوحده. هنا باخد بقى المقاس ده طول وعرض علشان اعمل الجوانب بتاعت الجزمة من فوق. طبعا برضو كل جنب هنعمله 3. اللي ما عملتوش 3 طبعا ولزقاهم بالغيرة ومثبتاهم كده بلزق الورق ده عشان الغيرة يمسك فيهم لحد ما ينشف ويبقوا متماسكين. طبعا الجوانب بتاعت الجزامة اللي انا عاملاهم بالكرتون من الجناب ومن ورا انا عاملاهم واحدة بس علشان بس هي تبقى تدعم لي بس وتغطي لي شكل يعني الجوانب بتاعتي والفراغات. هنا هجيب اللي هو اي بقى بقرة اي حاجة فيها تدويرة، وهنعمل بقى نخطط كده ونعمل الحروف بتاعة الجوانب تدينا التدويرة بتاعة جوانب الجزامة، وبالقطر وهفرغها وهنحطها بالشكل ده كده. لزقتها بالشمع، وزي ما قلت لكم احنا بنغري الكرتون في بعضه ده. الدرج، الجزء المستطيل بتاع الدرج من بره برضو 3. وده هيكون اللي هو الجزء اللي من تحت بتاع الدرج بتاعي. ودي الجوانب برضو كلهم 3 ومغرياهم وسايباهم لحد ما نشفوا. طبعا الحاجات دي انا باخدها بقى مقاس حسب المقاس اللي عندي بقيسها، وارجع طبعا اشوف الدرج بتاعي بعد ما اعمله هل نفس يعني هيجي على المكان ولا لا. لو مش كده بقص منه شوية بالقطر يعني بصغر. وهو كده انا عملت الدرج اهو لازقاه بالشمع. بعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب ورق الجرايد ده وبغيره مخفف، وهبتدي ان انا اغري بيه أو يعني اقصد هحط على الجزمة كلها. طبعا من جوه ما حطيتش، انا حطيت بس على الكرتون وعلى الاماكن اللي انا حابه ان هي يتغطى شكلها ما تبقاش باين انها كرتون. وخلصتها كلها وسبتها لحد ما نشفت بالشكل ده. وادي الجنب اهو، وطبعا من الجنب التاني ومن ورا. الجزمه دي انا عاملاها لماما يعني مش ليا، وحبيت اطور فيها شويه، عملت لهم درج وكبرتها شويه عن المره اللي فاتت. ودي الضلف وده الدرج. هنجيب البلاستيك الابيض. طبعا انا بتاعتي كنت عاملاها باللون البني، فهنا انا هخليها بقى باللون الابيض المرة دي. طبعا دي مختلفة عن بتاعتي وفيها يعني يعني متطورة شوية عن بتاعتي، وفيها يعني درج واكبر شوية. وهنعملها يعني بطريقة الديكوباج، يعني فيها اختلاف كتير عن اللي انا كنت عاملاها اول مرة. هندهنها طبعا، هنديها بقى وش يعني مش وش واحد، هنديها وشين او 3 على حسب هيكون يعني اللون عندي ظاهر ازاي ومغطي ازاي، تغطيته عاملة ازاي. هندهنها طبعا كلها من جوه ومن بره وكله، والشيش والدرج وكله باللون الابيض.
هنا طبعا بعد ما دهنتها كلها وطبعا سبتها نشفت، اديت لها كذا وش، حوالي وشين. وده الدرج. هنجيب ورنيش مائي، وهنبتدي ان احنا ندي طبقة الحماية الدهان بتاعنا، عشان بيدي نعومة وبيدي لمعة وبيبقى مدي طبقة حماية للدهان ان هو ما يقشرش، وفي نفس الوقت نمسحه او نغسله. دي بتبقى وظيفة الورنيش، ان هو بيحمي الدهان بتاعنا، وبتحس ان الملمس بتاعه بيبقى يعني بعد كده بتحس ان الملمس انعم من قبل كده، يعني من قبل ما، يعني لو احنا سيبناه كده لا، اما بنعمل الورنيش بيبقى الملمس انعم. طبعا انا هدهنها كلها، كل الجزامة بالدرج بالباب كله، واسيبه لحد ما ينشف. كده بعد ما اتدهنت هنجيب المفصلات، 3 مفصلات من الكبيرة، وعملناهم زي ما احنا شايفين كده، وهنربطها وده ورق انا طبعاه، ده شكل ورد انا طبعاه طبعا في المكتبة او في المطبعة، وقصيت كده، وهعمل بقى الزقه بالورنيش ال... على الجزامة وعلى الدرج. طبعا ده ورنيش، واحنا بنلزقه بالورنيش، الحاجات دي بتتلزق بالورنيش. وهبتدي ان انا اغطي الحروف ديت بالورد واحدة واحدة كده بايدينا، عشان خاطر يعني نفردها كويس، علشان ما يبقاش فيها يعني تبقاش متساوية. واحدة واحدة الاول، وبعد كده نفردها بايدينا، او حتى ممكن كمان بفوطة، بس انا بعملها بايدي وبتبقى مفرودة وحلوة مفيهاش اي حاجة. وبعد ما نتأكد ان هي لزقت بنحط تاني من فوق عليها تاني، عشان نتأكد ان هي اتلزقت كويس. بعد كل ده لما احنا بنعمل عليها كده استحالة تطلع، خلاص كده لزقت معايا وخلاص، ما بقتش بقى خلاص، ده ورق بس هو لزق كده خلاص، ومش هتعرفي تطلعيها خلاص. طبعا انا هنا لزقت على الضلف كمان، وعملت فوق، وعملت من فوق كمان عند الرف اللي من فوق، وركبت البيبان وركبت لها المقابض، وهي قدامكم اهي بعد ما خلصت. وده الدرج، طبعا حطله برضو مقبض اهو، والرف اللي من فوق. وده الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين فيها، واشوفوا فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.